حظر تجوال بعد حرق محلات تجارية وقطع طرقات ومحاولات لحرق مؤسسات تربوية واعتداءات على المواطنين بحي سيدي البشير ببلدية بئر الجير بوهران، والذي عاش سكانه طيلة اليومين الماضيين رعبا حقيقيا بعد نشوب معارك بين عصابتين إجراميتين استعملت فيها مختلف الأسلحة المحظورة من سيوف وعصي وبنادق صيد وقارورات حارقة. معارك وجد مواطنون أنفسهم مضطرين للتورط فيها دفاعا عن حياتهم وممتلكاتهم، الأمر الذي استدعى استنفار مصالح الدرك الوطني لكافة أعوانها وطلب الدعم لفرض النظام بعد 48 ساعة من الانفلات والفوضى. البارح على المغرب طلعوا لنا جايبين السينال، قاعد يطيروا بالسينال، نحرق كلشي، داو ضربوا هرسوا حرقوا لنا كلشي. كان اللي مسرجي ديجا عندنا مسرجي 17 مليون، حرقت لي كاع سالتي. هادو خويا هادو مجموعه اجراميه يجوا يخونونا النساء ويهودوا النساء من الملبس. تلمينا حنا اصحاب الحي واصحاب المرشي، تلمينا باش حاوزناهم. كي حاوزناهم خلاو قد ما اصحاب الحي راحوا صدموا علينا حنا ولاد الحومه، حرقوا لنا 4 ساعات وحنا معاهم في المواجهات. وشنت مصالح الدرك الوطني حملة اعتقالات لمشتبه في تورطهم في هذه الأحداث، والتي قال السكان إن بداياتها تعود إلى أشهر خلت، حيث نشبت عدة معارك بين العصابتين وتواصلت بعدها سلسلة تصفية الحسابات. وهذا الدبازي راه من العام اللي فات الناس يدابز، هذه عصابة مع عصابة مع تصفية حسابات بيناتهم. الناس هذه العادية خاطئها، راك فاهم؟ هم يطيحوا، واحدين يطيحوا منا الاخرين يطيحوا منا. حنا خاصنا لا بوليس، راك فاهم؟ خاصنا لا بوليس ديروا لنا بريغاد كبيره يقولوا لي يديروا الدوريه تاعهم يقدموا هاد المجرمين، راك فاهم؟ بان نعيشوا في هناء وسلام كما قال لك. غادي يصدموا على الكوليج، يحرقوا 10 معلمات غاشيه، اطوس ركبوا فيها 5 تاع معلمات هربوا. ووجه سكان الحي نداءاتهم للسلطات المعنية من أجل توفير تغطية أمنية أكبر للحي من خلال رفع تعداد عناصر الدرك الوطني أو فتح مقر أمني.